جوه العزبه او جوه الزريبه عمال يقول مرتضى منصور رئيس مصر القادم، مرتضى منصور اشرف واحد في مصر، مرتضى منصور هي دي نفس العينه اللي شغاله جوه قناه نادي الزمالك. السلام عليكم. طبعا الاهلي كسب الهلال ويبقى الوضع كما هو عليه، الاهلي في حته والزمالك في حته. الطبيعي ان الزمالك في المكان اللي هو فيها دي مش مكانته. في اللي مش في مكانته عشان جوه نادي الزمالك الاشكال دي. نسمع مع بعض كده. مرتضى منصور هو مصر، قصر عين التخين. مرتضى منصور ما سرقش الساعات، مرتضى منصور ما سرقش الاهرام، مرتضى منصور ما عندوش ارهاب في قطر، مرتضى منصور ما فيش حد فتح اتحاد الكره الفجر. طيب دلوقتي المفروض ان انت عامل احتفاليه عشان رئيس الزريبه بتاعتك خرج من السجن. ايه علاقه مجلس اداره النادي الاهلي؟ ايه علاقتي انا بالموضوع؟ انت راجل بتحتفل بواحد لسه خارج من الحجز. انا ايه قصتي في الموضوع؟ انا كنادي اهلي ايه مشكلتي معاك؟ مش فاهم. نسمع مع بعض كده. مرتضى منصور نضيف، الحراميه بيجرحهم والشرفه في السجون. ابقى يا حرام وتهنى، عمرك ما انت داخل الجنه. اسرقهم، اسرقوا يا حراميه، اسرقهم. مرتضى منصور جزمته ب 1000 واحد من الحراميه. مرتضى منصور هو مصر، مرتضى منصور رئيس مصر القادم. بس هنا مرتضى منصور هو مصر. ايه يعني ايه الفكره ان انا اخلي مرتضى منصور هو مصر؟ ليه يعني؟ مين مرتضى منصور وهو مصر ليه يعني؟ ده راجل يا جدعان ما بيسيبش ام او اب او اخت او اي حد الا لما بيسيبها. فانا مش عارف هو مصر في ايه يعني. مرتضى منصور رئيس مصر القادم، مرتضى منصور رئيس مصر القادم. مش احنا عندنا حريه؟ مش احنا عندنا حريه؟ هينزل انتخابات وهينجح. مش احنا عندنا حريه بكل بلد حريات؟ مرتضى منصور رئيس مصر القادم، وهنشجع الهلال السوداني. الهلال السوداني هيكسب باذن الله. انا عارف ان انت بتمثل جمهور نادي الزمالك، قسما بالله الزمالك لو بيلاعب امريكا لشجع امريكا، لكن انا عارف انتوا ناس سارقين نادي الزمالك، واخدين نادي الزمالك كده غصب يا رب، شويه عصابه مع بعض. ما عندناش حد حرامية ساعات، ما عندناش حد سرق الاهرام. احنا نضاف العضو الفاسد عندنا بنبطره. اقعدوا طبطبوا على الاهلي وادوا كل حاجه الاهلي وشركات رعايه ومخالفات غمض عيني. والزمالك اذبح موت، اذبح موت. هو هنا بيقول لك الزمالك اذبح موت، خرجوا من البطولات. انا عايز اعرف هو احنا يعني الاتحاد المصري مثلا لكره القدم هو اللي خرج الزمالك من بطوله افريقيا؟ هو ما كان هينزل يلعب مكانه قدام البنك الاهلي في كاس الرابطه؟ طب يعني يا حبيبي انت عشان عايش مع واحد مريض نفسي عايش في نظريه المؤامره، فده انت مهيأ لكم كده. وانا عايز اعرف انت عضو ازاي جوه نادي الزمالك؟ ازاي نادي الزمالك العريق يدخل الاشكال دي جوه نادي الزمالك؟ مرتضى منصور جذبته ب 1000 واحد من الحراميه. مرتضى منصور رئيس مصر القادم. وانا اسمي صلاح الدين الشحات من طنطا، ورقم موبايلي عشان التخين يعمل حاجه 0120 57 16 002. هو الراجل هنا قال رقم تليفونه كامل. يعني انا بوصي اخواتنا الاهلاويه يمسكوه بقى يروقوه، او الزملكاويه كمان، عشان ده اكيد يعني كلنا عارفين الراجل ده جاي ازاي. يعني ده من شله البلطجيه اللي بيجيبهم سعاده المستشار. صلاح لابط من طنطا، واللي متضايق يشرب من البحر، اللي متضايق يشرب من البحر. وهنشجع الهلال السوداني، هنشجع اللي احنا عاملين كل واحد بمزاجه. يعني هنا بيقول لك احنا تاني بيقول لك بيأكد احنا هنشجع الهلال السوداني. طب انت هتشجع الهلال السوداني؟ هو انت سبت فرقه في القاره كلها ما رحتش شجعتها؟ ده انت يا راجل، ده انت بتروح بتشجع بتوع تنزانيا. طبعا بعد الهيصه اللي انتوا شفتوها دي كلها وهو ماسك الميكروفون جوه العزبه او جوه الزريبه عمال يقول مرتضى منصور رئيس مصر القادم، مرتضى منصور اشرف واحد في مصر، مرتضى منصور هي دي نفس العينه اللي شغاله جوه قناه نادي الزمالك، هي دي نفس العينه اللي مرتضى منصور بيجيبهم معاه، وهو ده الناس اللي يقول لك
شايفين اعضاء الجمعيه العموميه، شايف دول لا يمثلوا نادي الزمالك. نادي الزمالك العريق الكبير، يا جماعه نادي الزمالك مخطوف، اقسم بالله العلي العظيم نادي الزمالك مخطوف مع عصابه. دول شويه عصابه. بناشد السيد وزير الشباب والرياضه المحترم، زي ما طلع قرار بشطب مرتضى منصور، حل مجلس اداره نادي الزمالك، لان نادي الزمالك رايح في داهيه مع الاشكال دي. وبس كده يا سيدي، الله يكون في عون الزملكاويه اللي بجد.